الطريقة التي يلهي بها النرجسي الزواج قد تختلف باختلاف الأفراد والظروف، ومع ذلك هناك بعض الطرق الشائعة التي قد يتبعها النرجسي في إنهاء الزواج. أولا، الانسحاب المفاجئ. قد يختار النرجسي إنهاء العلاقة بشكل مفاجئ دون سابق إنذار، حيث يمكن أن يظهر انسحابا فوريا دون تفسير واضح. ثانيا، التهديدات والابتزاز. قد يلجأ النرجسي لاستخدام التهديدات أو الابتزاز كوسيلة للحصول على ما يريد، وقد يهدد بالانفصال إذا لم تستجب الشريك لمطالبه. ثالثا، التقليل من أهمية العلاقة. قد يحاول النرجسي التقليل من أهمية العلاقة والشريك بشكل عام، حيث يمكنه أن يظهر عدم الاهتمام والانفصال العاطفي تدريجيا. رابعا، التحكم العاطفي. قد يحاول النرجسي تحكم الشريك عاطفيا ونفسيا، مثل إثارة الشعور بالذنب أو العجز لدى الشريك لتسهيل عملية الانفصال. خامسا، البحث عن مصدر جديد للتأكيد والاعتراف. قد يقوم النرجسي بالبحث عن مصادر جديدة للتأكيد والاعتراف بعد الانفصال، مما يمكن أن يجعله يتخلى بسرعة عن العلاقة الحالية. من المهم أن يتم التعامل مع إنهاء الزواج بشكل صحيح ومباشر، ومن الضروري أن تكون هناك حوارات واضحة وصريحة حول الأسباب والمواقف، وأن يحافظ الشريك على حدوده الشخصية ويطلب الدعم اللازم من أجل التعامل مع هذه الوضعية بشكل صحي ومثمر.